السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعي إذاعة الجزائر الدولية ومستمعاتها إلى هذا الحوار الذي نجريه مع ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب البوليساريو بالولايات المتحدة الأمريكية، السيد مولود سعيد. مولود، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. التطورات الأخيرة على ضوء ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية، مواقف كثيرة عبرت عنها شخصيات أمريكية، كيف تقرؤونها وما مآلات الوضع في أعقاب ما حدث؟ أهلا، مساء الخير والشكر على الاستضافة. بالنسبة لتصريح ترامب الأخير حول الصحراء الغربية، هو في الحقيقة تصريح لا يغير أي شيء بالنسبة لطبيعة النزاع القائم بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. والحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو يندد هذا الموقف أو هذا التصريح. وعلى كل حال، مباشرة بعد تصريح ترامب كان هناك رد فعل سريع من طرف شخصيات بارزة في الكونغرس الأمريكي، سواء كان مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وبالخصوص رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وأعضاء في مجلس الشيوخ آخرين وأعضاء في مجلس النواب. وعلى كل حال، هذا لا يغير أي شيء بالنسبة لطبيعة النزاع. نعم سيد مولود، أي تبعات لقرار من هذا المستوى لرئيس منتهية ولايته في ظل طبعا الدعوات التي جاءت بعد ذلك وردود الفعل التي جاءت فقط ساعات من الأمم المتحدة ومن هيئات عالمية؟ كيف يمكن أن يشكل هذا دعامة أخرى للقضية الصحراوية على الصعيد الإعلامي ولكن أيضا على الصعيد الدبلوماسي مستقبلا؟ كما تابعت شفت أن كان هناك عدد كبير من الدول ومن الشخصيات ومن المنظمات الدولية اللي في الحقيقة طلعوا بمواقف كانت يعني فرصة بالنسبة لهم، ليس فقط من القضية الصحراوية ولكن حتى الموقف من هذا الموقف أو تصريح ترامب. في الحقيقة هذا في الحقيقة هو يمثل انتصار بالنسبة للشعب الصحراوي والدبلوماسية الصحراوية، ولهذا نظن أن أصبح يعني فيه هناك جوانب يعني إيجابية بعد تصريح. وفي الحقيقة أصبح كما قلت لك فرصة لبعض الدول وبعض المنظمات القارية والجهوية لتصريح عن مواقفهم لدعم القضية ورفض لهذا التصريح. يرجح متابعون من أن هذه الخطوة هي السرعة القصوى والخطوة الأخيرة للاحتلال المغربي في محاولة شرعنته غير المبررة وغير الممكنة بالمرة في الصحراء الغربية، بالنظر إلى أن من يذهب إلى التطبيع فإنه يستنفذ كافة أوراقه. يرون بأنه جاء نتيجة طبعا ما يحققه المقاتلون الصحراويون ميدانيا في جبهات القتال، ولم يتركوا من خيار للنظام المغربي إلا أن يكشف ما حاول أن يخفيه على مدار 6 عقود. الوضعية الموجود فيها المغرب اليوم بعد 13 نوفمبر وبعد الضغوطات اليومية من طرف الجيش الشعبي الصحراوي والمعارك اليومية من قرقرات جنوبا إلى المحبس شمالا، جعلت المغرب يلجأ إلى هذه الخطوة، واللي في الحقيقة خطوة اللي ما عندها أي تأثير لا في تغيير الوضع على الأرض، لا تأثير بالنسبة للقضية من الناحية القانونية والشرعية. في سؤال أخير السيد مولود سعيد، ماذا تنتظرون مستقبلا من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن، وكيف سيكون التعاطي مستقبلا في ظل المواقف المعبر عنها؟ أم أن المواقف التي ستكون مستقبلا ستأتي نقيضا لسياسة أمريكية حملت الكثير من النقد وعجزت حتى عن تجديد عهدتها بما فيها ما يحدث في الصحراء الغربية؟ هناك فرق كبير ما بين إدارة ترامب وإدارة بايدن وكمالا هاريس بالرئيس المنتخب. كان مدة تقريبا ما يزيد على 10 سنوات كرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وإنسان عنده خبرة كبيرة في السياسة الخارجية ويعرف الملفات الدولية بالمقارنة مع الرئيس الحالي. وهناك بالنسبة لنا نحن متفائلين كيف الباقي من العالم متفائلين مع الإدارة الجديدة. وعلى كل حال كل هذه المواقف اللي سمعته من مجلس الشيوخ ومجلس النواب لا يمكن يأخذها بعين الاعتبار، ونقول من جديد عنا متفائلين. وعلى كل حال المهم بالنسبة لنا هو كفاحنا وعنا لين تم مستمرين، وهذه المرة إلى نهاية
الاحتلال المغربي لكل أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الشرق الحمراء ووادي الذهب البوليساريو السيد مولود سعيد لدى الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا. وأنتم مستمعين ومستمعاتنا نشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. هذا نفي أحمد محمد يحييكم في أمان الله.